صباح الخير. ليه دايما بنقول ان التأخر اللغوي بيبقى من اسبابه ان السمع فيه مشكلة؟ هقول لكم ليه. اول حاجة ان دايما السمع بيوصل الكلام العصب السمعي وبيخش على منطقة المعالجة في الدماغ. احنا كلنا عندنا لغتين، لغة تعبيرية ولغة استقبالية. لما ابقى قاعدة قدام ابني واسأله اسئلة ويجاوبنا عليها يبقى هنا الدنيا عنده كويسة. لكن لما اكلمه وفيه كلام يطلع منه حروف واقعة، ما بيسمعش، بيقول يبقى هنا في مشكله في السمع. طيب انا كولي امر اعمل ايه؟ اول حاجه احنا دايما لما بنقول في حته التشخيص لازم اطمن على السمع الاول. بنروح نعمل حاجه اسمها اختبار سمع عشان اطمن على ابني. هل هو عنده التهابات؟ هل هو عنده مشكله في ودانه؟ هل الودن نفسها ما بتوصلش الكلمه فبناء عليه الكلمه او الحرف ما بيطلعش عنده كويسه؟ ليه دايما بنقول السمع مهم كمان؟ علشان الحصيلة اللغوية بتتكون برضه وانت بتتكلم فبتخش تثبت في الذاكرة. دايما اطمن على ابنك، لو عنده مشكلة في السمع روح اكشف عند دكتور أذن وأنف وحنجرة. للدرجة دي انت لازم تطمن عليه علشان الحصيلة اللغوية عنده تكمل. طيب ليه اللغة التعبيرية بتبقى ناقصة في حاجات معينة؟ لأن حضرتك لما بتتكلم العين بتبص للكلام اللي طالع من البق وبيوصل للودان، بيمر على 3 مراحل. احنا في حاجات كده يعجز عنها الكلام. انا كنت في مره راكب مواصلات وشفت ولي امر ومراته قاعدين على كرسي وعندهم طفلين. لاحظت بقى في البنت ان كلامها اللي طالع منها تقيل والحروف حتى واقعه خالص، الشين سين، الدال مش عارف ايه. ففي حروف واقعه قوي، فركزت على الاب والام. فلما بصيت فيهم لقيت ان الاب والام نفس القصه في الحروف. انت ممكن ابنك يبقى سليم والدنيا تمام عنده، بس اول حد بيقابله وبياخد منه اللغه انت والمدام. فخد بالك ان اللغه اللي عندك طالعه سليمه، ابنك ممكن يبقى سليم. ده مش ممكن، ده اكيد. لكن لو انت عندك حروف، لو عندك كلام، لو عندك حاجات واقعه في اللغه نفسها وانت بتكلم ابنك، لانه دايما لما بيبص لك بيستقبل منك الكلمه، ولما بيستقبل منك الكلمه بناء عليه بيرد، ولما بيرد الكلام اللي بياخده منك بيطلع ناقص، والمشكله فيك انت. لو انت عندك حروف ناقصه يبقى هو هيطلع نفس القصه. فخد بالك برضه هي مش ممكن تبقى وراثه، القصه كلها ممكن